السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. بداية لابد نقولوا الله تعالى يكون في عون الإخوان ديالنا في فلسطين وفي غزة وينصرهم على المجرمين. المقابلة اللي عرفها اللي دارها المنتخب الوطني المغربي ضد الكونغو مقابلة صعيبة بزاف، جاب فيها التعادل بالنظر للظروف اللي كانت فيها. ما يمكن الا نقولوا بانها خطوه الى الامام. بطبيعه الحال هي خطوه ايجابيه، النقطه تزادت. الان المغرب متصدر المجموعه. ربما كنا تنتسناو اكثر، هذا طبيعي بالنظر للتاريخ ديال المنتخب والزخم اللي داخل به المنتخب لهذه المنافسه هذه. ولكن على كل حال بالنظر كما قلنا الظروف فهذه في حد ذاتها مقبوله، وحتى ايضا ما خصناش نقدسوا هذا المنتخب هذا ونديروا حوله هاله لدرجه اننا نقولوا ما يتمش ما يتقاس ما يتعادل ما يتمارك عليه. هذا راه ما يمكنش، مستحيل حتى انه غيجيب العين كاع ديال البشر اللي اصلا تابعين. على كل حال اذا الماتش البطوله تتسير من مرحله لمرحله. وهنا نداء لخونا والمدرب ديالنا والاخوان ديالنا في المنتخب، نتمنوا لهم الحظ السعيد ونتمنوا لهم التوفيق، لانهم ما تيمثلوش نفوسهم فقط انما تيمثلوا الشعب كامل، الشعب اللي تواق الانتصار. على كل حال كيف ما كان هذا الانتصار، الشعب اللي تواق لهذا الكاس هذه اللي كانت الناس تواقين على كل حال، لانه ممكن كاين ناس اخرين لا يأبهون لهذا الامور هذه، لكن تنشوفوا فيها احنا يعني هي ضوء انتصار بغيناه. فهذا الجيل هذا جيل ذهبي بمعنى الكلمه، جيل يعول عليه بمعنى الكلمه، جيل باغين المغاربه معولين عليه يجيب الكاس بمعنى الكلمه، بالنظر لكل كما قلت داك الشيء اللي طرا وداك الشيء اللي التاريخ القريب من قطر الى غير ذلك. فهذا تيقولوا عليه الناس وتنشوفوه انه جيل ديال هذا الانتصار هذا اللي تنتوقوا ليه جميع وتنتوقعوه جميع. نداء كما قلت للفريق المنتخب الى غير ذلك، ما تمشيوش في هذا الشيء اللي شفنا اليوم في هذه المقابله هذه. ما تمشيوش لهذا الصداع، ما تمشيوش لهذه المشادات، ما تخرجوش على التركيز ديالكم. خليوكم في داك الشيء اللي نتوما فيه، خليكم في داك الشيء اللي نتوما فيه. ما تخرجوش بتصريحات، ما تخرجوش بتعليقات، ما تمشيوش لهذه المناوشات. هذا الشيء راه اعتقد راكم عارفينه. راه تنتابعوا حنا الميديا وتنشوفوا واش طاري. اصلا هنا انا تنضم صوتي في هذه النقطه هذه، تنضم صوتي لمجموعه ديال الناس الملاحظين من العشاق ديال المنتخب، ماشي غير في المغرب ولكن حتى خارج المغرب. فانا تنضم صوتي لهذا الشيء، لهاد الناس هذو. فتنقول بان اصلا الناس تيستفزوكم، باغيينكم غير تزلقوا. راه طبيعي انه يستفزك، طبيعي انه وتيقولوا عليكم بانكم ساهلين انكم تستفزوا. فملي تنشوفوا محترفين كبار ويتم استفزازهم بهذه الطريقه هذه، فسامحوني يعني خاص شويه العمل على هذه النقطه هذه. وتنعتقد بانه ربما تكون هذه الزلقه هذه ربما لان الظروف احنا فاهمين اش كاين، الرطوبه، الجو، الضغوطات الى غير ذلك، احنا عارفين هذا الشيء، ولكن ايضا عارفين انكم محترفين وعارفين انكم قادين بها وقادرين عليها. لهذا فثقتنا فيكم كبيره. لذلك فالناس كل شيء مجمعين على ان السلوك اللي كان ربما السيد الكراكي باغي يسلم على هذاك السيد سخون حتى هو ما قابلش انه يسلم. علاش؟ لانه تيشوفها فرصه انه يرد الصعصعين، انه كان تيتحدى انه ما تمكنش انه يفوز على المنتخب، وكان هو تيشوف انه داز حداه انه يفوز الى غير ذلك، فرص تزقلو الى غير ذلك. ف طبيعي. لذلك فيسلم ولا ما يسلمش السير الكراكي، ما عندي ما ندير بسلام، وانا اصلا صافي درتي اللي عليك، ننساها نطويها باش نوضوا كلنا. بطبيعه الحال طبيعي انك غادي تجي تدافع على مدربك الى غير ذلك، لكن ايضا اللي طبيعي ايضا هو انني نضبط نفسي ونعرف باني راني المنتخب المعول عليه، المنتخب المنتظر، المنتخب اللي تيشوفوه تينتظروه جميع الناس، لا اللي باغينو ينتصر ولا اللي باغيين ينتصروا عليه. فاعتقد ان ربما ما عرفتش، ولكن ما يمكنش تكون فاتكم يكون فاتكم هذا الامر هذا.
فالتركيز كل التركيز على ما تبقى من المقابلات، لاننا وراكم ولاننا باغينكم تنتصروا ولاننا باغيين هذا الكاس بكل بساطه. راه الناس ما غاديش يخليوكم تفوزوا، الناس راه غادي يلعبوا لكم على النفسيه. هذه الامور راكم عارفين اكثر مني، غاديين يلعبوا لكم على النفسيه. فبالتالي حاولوا تكونوا نفسيا تكونوا نفسيا موجودين وقادرين انكم تواجهوا اي استفزازات كيف ما كانت، وما تمشيوش في هذا الاتجاه هذا، وركزوا كما كانت الديدن ديالكم دائما منذ مونديال قطر، ركزوا على اللعب ولا شيء غير اللعب. ثم ركزوا ايضا انكم رجعوا انكم توصلوا رسائل، رجعوا انكم تخدموا في هذا الاتجاه هذا. نحن مسلمون، نحن عندنا تقاليد، عندنا قيم، عندنا الى غير ذلك، وصلوها سوقوها الى غير ذلك. شفنا كاين بعض الناس اللي صوروا مغاربه مسجد صاله الى غير ذلك، كاين بعض الناس اخرين اللي وصلوا بعض الرسائل اللي على كل حال ما عندها علاقه ببلادنا، لان كله ضميره وكله خلفيته. على كل حال الشطيح والرديح ماشي هو هذاك المغرب، هذاك ماشي هو المغرب، وهذاك الشطيح والرديح راه ماشي هو اللي وصل المغرب لذاك المكان اللي انا تعتقد بانه كان توفيق من الله عز وجل، لانه شاف فينا كاين رسائل وصلناها، شاف فينا اننا نيتنا حسنه، شاف فينا اننا تنوصلوا قيم فكانت هناك رساله في قطر. لهذا تعتقد انه تم التوفيق باذن الله عز وجل. لكن كون نجيبوا على كل حال كله ضميره، ونتمنوا اننا نشوفوا رسائل، نشوفوا قيم، نشوفوا اخلاق ايضا في الملعب في افريقيا، وهي اولى. لاننا نعتقد بان كما تعلمون وكما تنقولوا دائما راه كره القدم ما بقاتش مجرد كره. فنتمنوا اننا نزيدوا نتشبتوا بهذه القيم ديال المنتخب، القيم ديال المسلمين الى غير ذلك، خاصه الاستثمار ديال المغرب في الديني في افريقيا. فنستثمروا حنا حتى احنا ايضا ونمشيو في هذا الاتجاه. المغاربه زوينين الى غير ذلك. على كل حال السيد بغى تيشوف ان بغى يخدم في داكشي ديال النشاط في شغلو هذاك، لكن حنا الاساس عندنا والقاعده عندنا راه معروفه اننا مسلمون بطبيعه الحال، نسوقوا قيمنا ونسوقوا بطبيعه الحال يعني حضارتنا وهويتنا وتاريخنا الى غير ذلك اللي عرفوه في قطر، نزيدوه نعرفوه في افريقيا اللي هي اولى. ف مرة أخرى الحظ سعيد للمنتخب المغربي، ونتمنى إن شاء الله تعالى أن نوصلوا لأبعد حد، ولما لا الفوز المنتظر اللي تنتظره الجميع، كأس إفريقيا لهذه السنة. دمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله.